في سنة 2020 بتحصل جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تتوقعها. إن في زوج بيروح البيت يلاقي مراته مقتولة. على طول طبعا بيعمل بلاغ، وطبعا الفريق بتاع البحث الجنائي بيروح عشان خاطر يعمل التحريات بتاعته ويعرف ايه اللي حصل. وبيكتشفوا في النهاية ان ورا الجريمة دي هو الزوج، ومش بس كده، الزوج وكمان باتفاق مع شخص آخر. كل ده عشان خاطر عايز يطلق مراته بأي طريقة، ومش عارف يطلقها ويتجوز واحدة غيرها. وكمان أهله مش موافقين إن هو يتجوز واحدة غيرها، لأنهم شايفين إن البنت دي أحسن من أي حد. ويلا بينا أحكي لكم، وقبل ما أحكي لكم صلوا بينا على النبي كده، وعايزين كلنا نترحم على إيمان. إيمان عادل عندها 21 سنة. إيمان كانت متزوجة من شخص اسمه أحمد رضا عنده 33 سنة. المفروض إن هو تقريبا عنده